اسمعوا أيها الإخوة، وأنتم ربما أنا تحدثت بهذا أول أمس. إحنا اكتشفنا أن الخطة اللي ماشية إزاي، وده شيء كل الناس مكتشفينه، مش إحنا يعني اكتشفناها حاجة عبقرية، كل الناس مكتشفينه. اكتشفنا أنه بعد أن قامت ثورة 25 يناير تقرر أن تبقى المؤامرة عبارة عن منظومة من الضغوط. احفظ الكلمة دي، منظومة من الضغوط المتكاملة المتناغمة، واحدة بترمي للتانية. ضغط من القوى العالمية، تبقى اسمها أمريكا، تبقى اسمها صندوق النقد الدولي، يبقى اسمها ايه زي ما يكون. ضغط على البلد في ناحية هتاكلوا منين، هتشربوا منين، هتعملوا اقتصاد ازاي، هتخضعوا ازاي، لتوجيهنا في مسار محدد هم راسمينه ومحددينه، ونضطر نخضع لهذا المسار وما نمشيش في غيره. وكل ما الدولة تقرب من مشروع مش ماشي في الخطة دي يقول له ارجع وإلا. وبعدين الضغط ده مش كفاية إذا الشعب معايا، فتكون النتيجة أنه يوجه نداءه إلى الشعب إلى عبر المعارضة، مش عبر بقى لا فلول ولا إعلام ولا حاجة، عبر الناس اللي كانوا رموز للثورة. هو يفهمهم شيء، يفهمهم انتوا كده هتضيعوا، انتوا كده مش هتنتهوا، انتوا كده هتتخلفوا، انتوا كده لن يكون لكم موقع. فياخدوا هم هذه الفكرة يشحنون بها ويمتلئون بها، وبعد ما يمتلئوا بها يبتدوا هم اللي يعبروا عنها، فيضغطون مرة أخرى على الحكم القائم، اعمل كذا وسوي كذا واعمل الشيء الفلاني. وهذا الكلام ما ينفعش، لأن بتضطر الدولة، وأنا حزين ولكني لا أعفي الحكم القائم من هذا، بيضطر يخضع لهذا ويستجيب لهذا ويتحايل على هذا ويقعد مع هذا ويدادي هذا، وتكون النتيجة أن يده تهتز على قراره. فتفضل المؤسسات اللي في الدولة اللي مليانة فساد. لازم تعرفوا هو حكم حسني مبارك قعد 30 سنة سايب المؤسسات ببركتها وخيرها، يعني ما أفسدش الجيش مثلا. راجل ممتاز جدا اللي كانوا بيسموه كنز استراتيجي لإسرائيل. إسرائيل دي بكنزها الاستراتيجي ما حاولتش تعمل أي حاجة في الجيش خالص، قالت لا سيبوه زي ما هو. ما حاولتش تفسد القضاء، القضاء ما تسللوش ولا واحد. ده عدد ضباط مباحث أمن الدولة اللي عينوا وكلاء نيابة وترقوا في المناصب وأصبحوا رؤساء نيابة وقضاء بالعشرات ما لم يكن بالمئات، لأن احنا ما عندناش معلومات عن الكل. إنما اللي احنا حاسبينه لوحدهم عشرات من الناس. انتوا عارف مئات دي يعني حد الأدنى 300، ما عرفناش نحسب لغاية 300. إنما عدد ضباط مباحث أمن الدولة اللي عينوا في القضاء وأصبح وكيل نيابة ورئيس نيابة وقاضي بالعشرات، دي لوحدها كفاية. ومنهم من قام بتزوير الانتخابات في وقائع فجة، ولم أكن أعلم أنه ضابط أمن دولة سابق، لم أكن أعلم بهذا حتى عرفت فيما بعد أنه ضابط سابق في مباحث أمن الدولة. هل بقي هذا الحكم عشرات السنين والشرطة ما فيهاش ولا واحد غلطان ولا واحد وحش؟ ومع ذلك يضغط على الحكم القائم انه لازم تفضل خايف ومرعوب ومتهيب انك تقرب من اي مؤسسة. الازهر عشان يفضل يعبر عن الدين سيبه زي ما هو بالناس اللي احنا كنا بنستدعيهم في القسم المخصص لرجال الدين. القضاء سيبه، الشرطة سيبها، الجيش سيبه، الاعلام سيبه، الادارة سيبها. كلما أردت أن تقترب بالإصلاح من شيء، لا، كون أن منهج الحكم يستجيب لهذه الارتعاشة، لأنه الأحوال العامة في البلد مش مناسبة،
معناه أن تبقى الأجهزة بكل قوتها الكامنة في داخلها من شر ومن خير، جاهزة للحظة اللي ممكن تتصرف فيها. لذلك نحن اليوم سنظل نعاني، لذلك لن نتردد ولن نترخص ولن ينخفض صوتنا في أن نقول إن من أشد خصومنا سياسة الحكم القائم التي تبدد عن الشعب والتفافه وإصراره، تبدد الأمل. في ناس يقول لك خلاص يا عم بقى، خلاص مش زهقنا، انتهى بقى، خلصت. النبرة دي مطلوب تتعمل، ولذلك كان من ضمن مفردات مخططهم، وهو ده اللي بوجهه إلى الشعب الأبي، إسلاميين وغير إسلاميين، كان من ضمن مخططاتهم إنشاء منابر الإعلام. اقعد 6 7 8 أشهر 9 أشهر سنة، اعمل قنوات تلفزيونية جديدة وصحف جديدة. انت تملك صحيفة، انت نفسك خليهم 2، وتملك محطة فضائية اشتري معاها 2، واحتل كراسي الإعلام. ليه يعمل كده؟ علشان يحتل معنى التأثير. ويا إخواني أيها الناس الطيبين، احتلال مواقع التأثير مش بالكلام وبالمنطق، ده بيتعمل له دراسة نفسية، ازاي تقدر تتحكم في نفسية حتى الثوار، في نفسية السياسيين. انت متخيل ان الامبراطور الامريكي والامبراطور الصهيوني والامبراطور العالمي والامبراطوريات الاعلامية ما بتعرفش تقعد تعمل خطة نفسية ازاي تؤثر في الثوري، وطريقة تانية تؤثر في العامي، وطريقة ثالثة تؤثر في الإسلامي، وطريقة رابعة لحد ما يعرف يطوع الجموع عن طريق التأثير النفسي؟ لذلك أيها الإخوة نحن حتى لما غبنا عن الانتظام في اللقاءات العامة كنا، أنا عارف أنكم لأنكم لا ترون ذلك، لا تتصورونه، كنا في الغرف المغلقة نصنع أشياء أوشكت أن تتبدد، لأن دي عناصر احتشاد في هذه الأمة. عشان كده أنا لا أحب إطلاقا لأخ من إخواني أن يكون مجرد عرضة لهذه المناهج النفسية. لما تقرأوا مذكرات المحتل إزاي حتى في أيام الحرب العالمية، أيام ألمانيا وإيطاليا، أيام اليابان، أيام ما كان في الحلفاء وفي المحور وبيضربوا في بعض، اقرأوا عن التأثير النفسي، ازاي تحول اللي قدامك انه حاسس انه اصله مهما كان مش هتجيب نتيجة، فيفضل لك الناس اللي ما عندهمش مخ ودول تحاربهم ازاي بيجزأ ويشرح. فلا نكون احنا ببساطتنا مجرد أداة لهذا. ومن ضمن عناصر خطة عدونا، وانا بقولها لكم عنصر عنصر ليه؟ علشان تدرك من ضمن العناصر أنه يعظم عند العوام إنه النتيجة اللي جاية ممتازة، ويقعد مدة متصور إن أحواله المعيشية هتتحسن، وإن البلد هتتصلح، وإن الفساد هينتهي، وإن الحالة الاقتصادية هترتقي، وإن الفلوس اللي هتيجي هتتوزع علينا، وإنه حياتنا هتبقى كويسة، وإنه كفاية إن انتخبنا ناس بيخافوا ربنا هيمسكوا الحكم. وبعدين بعد ما يوصلوهم لعنان السماء 6 أشهر سنة زي ما يكون، يفهموا إنه إيه اللي تحقق. ده الخضار سعره زاد، والسولار مش موجود، والكهرباء بتتقطع، فيبتدي يقول حتى الناس بتوع ربنا ما نفعوش. هذا الكلام مش مصادفات، ده بيترسم رسم وبتتحط له مواقيت وبتدي له إشارة موحدة لتنطلق كل المنابر الإعلامية في لحظة واحدة. لذلك إحنا
العوام معذورين وصعبانين علينا واحنا فاهمين ما الذي حدث معهم. واقول لك بقى العنصر الاخطر، انت كنت من سنتين ومن سنة ونص ومن سنة يمكن الشباب البسيط، شباب النواصي، شباب الشوارع، الشباب البسيط جدا، ربما هذا الشباب البسيط عنده امل انه يخلص من الذل اللي كان فيه من 30 40 50 60 سنة، ومن الذل اللي ابوه بيحكي له عنه وعمه بيحكي له عنه، فعايز يخلص من الذل. الشاب ده يا اخواني، الشاب ده لما بيلاقي زي اللي شفته امبارح بالليل، قبل لسه ما فاتش 24 ساعة، اما بيلاقي رجع تاني كمين الشرطة اللي لما بيعدي منه بيقول له طب تعالى، ويركبوا في العربية ويركبوا 2 3 4 5 لحد ما يكملوا، تطلع العربية تورد على القسم، ويرجع مرة تانية لانه غلبان. انتوا بس ما فيش عندنا غير الناس بتوعنا اللي بنتحرك معاهم، السياسيين الرموز المعروفين عندنا دول، يعني عبد الرحمن عز في انتهاك، احرار في انتهاك، جمال صابر في انتهاك، فلان في انتهاك. انما ده في ناس ولا حد يعرف اسمائهم، غلابة، يقول لك احنا غلابة. رجعوا تاني يقول دي بلد كذا، لانه رجع مرة يشعر بانه هين وانه لا ثمن له. ومين اللي بيعمل كده؟ برضه رجعت نفس المؤسسات. الكلام ده شوية بشوية يرفع معدل النقمة الموجودة عند الطبقة التحتية خالص في المجتمع، تحتية سواء فقرا او سواء لانه ملوش واسطة او لانه ضايع، ويكسروه نفسيا لما يقبضوا عليه. يقول لك فلان عاطل، فلان عاطل، هو بمزاجه عاطل. يقول لك طيب ما الرئيس ايه؟ هو الرئيس انت متصور انه يستطيع يستلم 100 سنة من الفساد فيوجد وظائف في 6 شهور؟ لكنهم هذه الوسوسة، يقول له حتى لو مش واخد باله يقول له ابقى خلي فلان ينفعك، ابقى خلي ابو دقن ينفعك، ابقى خلي، فيظل استغضاب المجتمع العام، استغضاب البسطاء لحد. ومين بقى هنا جاهز؟ الفئات السياسية إياها. الفئات السياسية لما بتتكلم ما بتتكلمش كده عفوا، ده بيقولوا لهم عناصر، بيقول له اتكلم بقى حلو قوي، انا حضرت لك الدنيا اهو، اتكلم عن العدل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والحد الأدنى والأقصى والبطالة ومعدل مش عارف ايه وتصاعد ايه، علشان العزف يسمع مع بعضه. أيها الإخوة، نبرة السياسيين متناغمة مع نبرة صندوق النقد الدولي، متناغمة مع نبرة الإعلام، متناغمة مع تصرفات الشرطة وانتهاكها، متناغمة حتى مع نبرة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اللي عايزين يظهروا أنفسهم على أنهم الأمل الباقي، الأمل الباقي لكي تكون الثورة التي صلبها أن سلطة الشعب قد انتقلت من المؤسسة العسكرية إلى الشعب، بحيث أن الناس تاخد قرارها أنه يبقى صلب الموضوع لا لو سمحتوا تعالوا ننادي بإرجاع السلطة مرة أخرى من الشعب ليعود تحت مؤسسة تملكه. أصبح النداء هو بالإحباط الكامل. هي الثورة كانت إيه؟ في فئة نخبة حاكمة، فئة حاكمة بيختاروا بعض كويس، يقول له هات ده في لجنة السياسات وهات ده هنا. عملت كام واحد لغاية دلوقتي؟ 4000 واحد. ومين اللي لهم مشروعات وداخلين معانا رجال الأعمال دول ولا لا؟ بقوا 5000، بقوا 7000. هي دي الفئة، خريج الجامعة الفلانية واللي متخرج من المدارس الفلانية وابن العائلة الفلانية وعضو النادي الفلاني. عملت الدايرة المغلقة اللي بتحكم مصر من جامعات ونوادي ورجال أعمال وانتقاءات أمن دولة وغيره، ولا ما عملتش؟ أيوة عملت. طيب هي دي صلب الثورة، أنها أخذت الحكم من السلطة المدججة بالسلاح مع هؤلاء، وخلت الإنسان البسيط في الشارع يقول أنا فكرت أسبوعين
في ميدان التحرير، فالقرار اللي اتخذته تم تنفيذه. هي دي كانت الفرحة بالثورة. الشاب قعد سنة اسبوعين يقول اعمل ايه، اروح فين، اجي منين، عمل، نفذ قراره، فرح بهذه الثورة. لذلك هذه الفرحة الغامرة التي جاءت للشباب رجعت دلوقتي. يقول له اخبط دماغك في الحيط، السدد رجع من جديد. السدد ما عادش قرارك هو المؤثر، ولو هتنزل هننزل لك البلطجية. ولذلك حتى البلطجية إن شاء الله لهم علاج، وسوف أقوله يوما قريبا بإذن الله تعالى، لأنه لا يمكن كلما اجتمع الناس مش هيحصل ده خلاص. ما دمنا نعرف طريقنا جيدا، من الذي بيده الحنفية اللي بتنزل بلطجية، سنستطيع بإذن الله ان احنا نوقف سرسابة الحنفية دي بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذه الخطة التي يتناغم فيها المتحدثون والمتكلمون وأهل اليمين وأهل الشمال وغيره، ومن ضمن هذه الخطة طيبة الموجودين مسؤولين عن الأمور، سواء في مجلس الشورى أو قبلها في مجلس الشعب وبعدها في رئاسة الجمهورية، إنه يتصور إنه لو ما عصلجش في الاتفاق وعرف يتفق خلاص مش هتحصل حاجة، لأن احنا عرفنا نوصل إلى اتفاق وعرفنا نوصل إلى تناغم. ولا يعلم إن دول بيقعدوه في الأوضة يتفقوا على شيء ويتوهم الجميع إن المسائل خلاص استقرت بهذه الصورة، وبعد ما يحصل ده يخرجوا ليستكملوا خطتهم في مجال آخر وفي ميدان آخر وفي مضمار آخر. أيها الإخوة، لا نريد أبدا أن نكون مغفلين، لا نريد أبدا أن نعيش أسرى للغفلة إطلاقا.